السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناة شيوات سهلة ومختلفة. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وتكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم وبحول الله غادي نوجد معكم هاد الكيكات اللي من خليط واحد. غادي نخرج جوج كيكات مختلفين كيجيو رائعين، بساطين سهلين واقتصاديين. غادي ينفعوكم بزاف، بالاخص الا كانوا جايينكم الضياف على غفله، فراه في ساعه كنوجدوهم. يعني بلا ما كنحتاجو نبقاو نخلطوا كل كيكه بوحدها. من خليط واحد كنوجدوا هاد الجوج كيكات اللي غادي نعمروا بهم المائده ديالنا. حتى بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا خدامين، يعني غادي تنوضوا توجدوهم في دقه واحده وتخبعوهم في الثلاجه. راه ما شاء الله كيجيو خفافين كيف ما كتشوفوا. وما نطولش عليكم، دوزو دابا لاستعراض المقادير. بسم الله. عندي هنايا مبشور ديال برتقاله اللي كنحك ليها غير القشر الفوقاني، ما كنوصلوش للقشر الابيض باش ما كيمررش لينا الخليط. 4 ديال البيضات اللي كيكونوا واخدين لينا حراره المطبخ. فهاد الكيكات غادي نخدمهم غير ب4 البيضات، وراه كيف شفتوا في الاول يعني كيجيو ناجحين وطالعين. من بعد اخواتي كنضيف كاس ونص ديال سكر سنيده. وبطبيعه الحال الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوا الكميه. المهم هاد القياس اللي عطيتكم راه كيجيو هما هادوك في الحلاوه. كنخدم هاد المكونات مزيان، يعني ضروري في هاد المرحله ما كتعطيو الوقت الكافي للخفق حتى كيضاعف الحجم ديال الخليط وكيتغير اللون ديالو كيصبح ابيض. وبالنسبه للقوام كيولي على شكل كريمه. يعني كل ما خفقتوا في هذه المرحله مزيان، كل ما من بعد كتعطى نتيجه زوينه للكيكه. كتجي الكيكه خفيفه بزاف. من بعد اخواتي غادي نرجع نخدم هاد كاس ديال الزيت حتى هو مزيان. وغادي نسم انا هاد الكيكات بعصير ديال البرتقال. استعملت كاس كبير ديال عصير البرتقال. يمكن لكم تعوضوه بالحليب او لا غير بالماء. كنزيد واحد العلبه ديال الياغورت. كتستعملوا اي نوعيه ديال الياغورت كانت متوفره عندكم، او الا كتستغناو يعني على داك السوائل وكتستعملوا غير الياغورت. كديروا 2 علب ديال الياغورت او لا 3. شوفوا نتوما، المهم النكهه اللي بغيتو تضيفوها في هاد الكيكات هذا. صافي. يعني كنخلط مزيان وكنخلي اخر حاجه هي الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عبرت هنايا 500 غرام خليتها قدامي. وبطبيعه الحال راني كنبقى غادا يعني ميزاني. دائما الطحين ما كنديروش دفعه واحده، كنبقاو غاديين شويه بشويه حتى كنوصلوا للقوام اللي حنايا بغينا في الوصفه. حيت الطحين يعني كيختلف من نوعيه لاخرى. كنخلي في هذه المرحله خميره الحلويات. 3 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات. يمكن لكم ديروا غير 2 اكياس، يعني راه كتعطي نفس النتيجه. غير انا كانوا متوفرين عندي، صافي درتهم ب3. عاد كنضيف الكميه المتبقيه ديال الدقيق حتى كنتحصل على قوام، يعني القوام عادي ديال الكيكه اللي حنا متعودين. مباشره كندوز نقسمو على 2. كنحاول انني نقسمهم، يعني نقسم الخليط متساوي باش هكا كيجيوني الكيكات متساويين في الشكل ديالهم. بالنسبه للشكل الاول درت ليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، والشكل الثاني 2 معالق كبار ديال الكوك. المهم نتوما كتدخلوا في الكيك اللي كان متوفر عندكم واللي بغيتو. يعني ماشي ضروري تقيدوا بهذا الشيء اللي عطيتكم. نتوما ديروا داكشي اللي كان عندكم. كندوز دابا كنفرغها في عفوا في المول، وانا هازه يدي ديال الفوق باش يعني داك الهواء كيدخل ليا في الخليط. كذلك بالنسبه للشكل الثاني. وفي هاد الاثناء اخواتي راني شعلت على الفران باش يسخن ليا مزيان. باش كيف ندخلو المولات ديالنا كنقصوا النار، كنخليوها مهيله باش هكا الكيكات ديالنا كيطلعوا على خاطرهم وكيطيبوا على حقهم من الداخل. عكس الا خلينا النار هكا مجهده فراه دغيا كتطلع الكيكه وكتجيكم الكيكه معجنه من الداخل. يعني يستحسن ان النار تكون هكا مهيله باش هكا الكيكه كطيب على خاطرها. مباشره بعد ما كنخرجوهم من الفران وهما باقيين سخونين كندهنهم بالمربى. وتزيين كيبقى اختياري، كل وحده كتزين باللي متوفر عندها. المهم انا هنايا تعمدت انني ندير واحد الكيكات اللي هما بساطين والتزيين اللي هو بسيط باش يعني تقدر اي اخت توجدهم. بالنسبه للزين انا هنايا فزينت غير بالشكلاط، يعني داك الشكلاط المربع. الكيكه اللي درت لها الكاكاو زينتها بالشكلاط اسود، والكيكه اللي درت لها الكوك زينتها بالشكلاط ابيض.
كما يمكن لكم تزينوا غير بالكوك، يعني تزيين اللي هو بسيط. وبالنسبه لهذا الشكل اللي درت في الشكلاط، فكناخذ هذاك الجراره ديال الخضره، الموز ديال الخضره هو اللي زينت به. صافي هنايا غادي ندوز نقطعها معكم باش تشوفوا يعني كيف كيجيو من الداخل. نتوما ما شاء الله راه كيجيو خفافين ومهويين، كيكات اللي ناجحين. كذلك بالنسبه للكيكه الثانيه، فيعني من حاجه بسيطه وبمكونات الاقتصاديه، وفي دقه واحده كنوجدوا جوج كيكات اللي ساهلين وكيف ما قلت لكم بساطين واقتصاديين، غادي ينفعوكم بزاف. لا بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا خدامين هكا تنوضي توجديهم في دقه واحده وتخبعيهم في الثلاجه، لا بالنسبه الا كانوا جايين عندكم الضياف. كنقدمهم لكم اخواتي بالصحه والراحه، وكنتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويعني تكونوا استفدتوا منه، وما تنساوناش باللايك للفيديو.